انا مش مستوعب ليه ندفع كل ده في فطار. لقيت يول عند سيدي جابر عامل عرض على الفطار ب 69 جنيه، قلت حلو قوي، فروحت انا والعيله نفطر هناك. مبدئيا كده المدخل بتاعهم حلو جدا، والديكوريشن بتاع المكان حلو الصراحه، ده غير الفيو التحفه بتاعهم. المهم طلبنا الفطار ونزل لنا فول وفلافل وبيض وجبنه وبطاطس، وخليكوا فاكرين البطاطس دي قوي. بدات بالفلافل وكانت نازله سخنه وحلوه ومع تغميس الجبنه كده حلوه قوي، والفول كان كويس برضو. البيض طلبنا واحد منهم عليه اضافه جبنه وده كان تحفه. البطاطس حاطين عليها توابل حلوه قوي ومع الصوص جامده جدا. خلصنا اكل نحاسب بقى، وهنا كانت الصدمه، لقينا الفاتوره اكتر من 700 جنيه. اللي هو ليه؟ اولا اتاري البطاطس اصلا مش تبع الفطار وهو زودها لنا بمزاجه، ولما سالناه قال عشان يبقى الفطار متكامل. عم طب سالنا خد راينا، مش دفعنا اكتر من 200 جنيه عشان يبقى الفطار متكامل. تاني حاجه دي غلطه مننا ان احنا عملنا اضافتين على البيض، كل اضافه كانت ب 50 جنيه. دي تجربتي مع